عدم اللا مؤاخذة يا جماعة، أحب أقدم لكم وزير الثقافة المصري. وزير الثقافة المصري في الزريبة حاليا، مصر سابقا. بيقول لك الملوخية والطعمية غير مسجلة لصالح أي دولة، لذلك نسابق الزمن في تسجيلها باسم الدولة المصرية. خد يا وزير الثقافة، أنت والدولة المصرية يا أخويا. هتسجّل إيه يا أخويا باسم الدولة المصرية؟ أنا نِفْسي يا أخويا، يعني أمّا أنت وزير الثقافة، فين الثقافة؟ يعني هل الثقافة في الملوخية والطعمية؟ أُمّال سِبت إيه للمدام اللي هي اللي عندها من فوق قد كده ومن تحت قد كده، دي بتاعة اسمها إيه؟ الخدمة الاجتماعية، أنا مش عارفة إيه، وزارة حاجة اجتماعية كده. سِبت لها إيه؟ سِبت إيه لبتوع التدبير المنزلي؟ أنت وزير ثقافة. أنا عايزة يا جماعة القائمين على الزريبة المصرية يمنعوا أكل الفراخ البيضا. الفراخ البيضا يا جماعة، فراخ العسكري اللي بيجيبها لكم من برّه، أولًا مش حلال، ثانيًا فيها هرمونات أنوثة كتير، فتلاقي وزير الثقافة شكله راجل من برّه لكن emotionally وinternally هو سِت. هو سِت بيت ما حصلتش. إحنا بُكرة يا وزير الثقافة يا بتاع السيسي، عايزينك تعمل لنا طشة ملوخية تجنن، علشان نروح بيها اليونسكو يا أخويا، ونسجلها باسم الدولة المصرية. هي دي الثقافة يا جماعة في دولة علمني العوم والنبي يا أحمد، بليز يا أحمد. متأكدين إن وزير الثقافة يا جماعة ألف سلامة عليك والله يا حبيبي. بطّل فراخ بيضا. الفراخ البيضا طلّعت لك بِزاز، طلّعت لك أهداف، أرداب زي مدام انتصار، وخلّتك بدأت تتكلّم في الملوخية وفي الطعمية. ألف سلامة عليك.